هذه إذاعة إرنا. المستمعين والمستمعات الأفاضل، متابعي ذات إرنا حيثما كنتم وحيثما يصلكم بثنا، أهلا ومرحبا بكم في مستهل البرنامج العربي لهذا اليوم الأربعاء 13 من نوفمبر. كما عودناكم مستمعي ومستمعات الأفاضل، نستهل برنامجنا معكم بنشرة للأخبار. وضمن برنامج متابعات لهذا الأسبوع يقدم الزميل أحمد شريف الجزء الثاني من التغطية التي أجراها حول الدعم الأهلي لمدارس اللاجئين في كسلا. قبل ذلك مستمعي ومستمعات الأفاضل، يقدم لكم نشرة للأخبار فيما يلي أبرز عناوينها. أجهزة الأمن الإريترية تتعقب الإريتريين في أديس أبابا. وزير الصناعة والتجارة السوداني يصدر قرارا بمنع الأجانب من ممارسة التجارة. زلزال يضرب جنوب شرق فرنسا والمفاعلات النووية تحت السيطرة. المستمعين والمستمعات الأفاضل، كانت هذه عناوين النشرة، وإليكم تفاصيلها من إذاعة أرنا. هذه إذاعة إرنا. مصادر لإذاعة إرنا من أديس أبابا بأن أجهزة الأمن الإريترية تستقل الاضطرابات التي تشهدها إثيوبيا حاليا لتعقب ومطاردة الإريتريين الذين ينشطون في معارضة حكومة أسمرة. وقالت المصادر بأن مجموعات أمنية تعمل تحت توجيهات العميد طعامي غويت أوم المعروف بلقب مقلي، والمتخصص في الشؤون الأمنية، تقوم باختطاف إريتريين ونقلهم إلى إريتريا. وكانت وحدات من الأمن الإريتري قد استأجرت بعض الفلل في أديس أبابا لاستخدامها كمقار لنشاطها والاحتجاز الإريتريين حتى ترحيلهم إلى أسمرة. وأشارت المصادر بأن هذه المجموعات الأمنية نجحت في وضع فريق لها في مطار بولي لمتابعة أعضاء المعارضة القادمين إلى إثيوبيا من الخارج من أجل تعقب تحركاتهم وأنشطتهم. وأدت هذه التطورات إلى دفع الكثيرين إلى مغادرة إثيوبيا إلى كل من السودان وكينيا. ذكرت وكالة السودان للأنباء بأن وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني أصدر قرارا وزاريا بمنع الأجانب من ممارسة التجارة، وحمل القرار الرقم 10 لسنة 2019 استنادا إلى الصلاحيات الممنوحة للوزير بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء الانتقالي رقم 70 المنظم للأجهزة التنفيذية والانتقالية، واستنادا للقرارات الحكومية السابقة الخاصة بممارسة الأجانب للتجارة. وينص القرار بحظر غير السودانيين الحاملين للجنسية السودانية بالميلاد من ممارسة النشاط التجاري في مجالات إجراءات الصادر إلا بموجب قانون الاستثمار واتفاقات حكومية خاصة، بجانب كافة إجراءات الاستيراد إلا بموجب قانون الاستثمار واتفاقات حكومية خاصة أيضا. وكذلك بحظر التواجد بالأسواق المحلية وممارسة عمليات البيع والشراء سواء مباشرة أو عن طريق وسيط محلي. ونص القرار على أن كل من يخالف هذه القرارات سيعرض نفسه للمساءلة القانونية بموجب اللوائح والقوانين المقيدة لذلك. ضرب زلزال قوته 5.1 على مقياس ريختر جنوب شرق فرنسا يوم الاثنين الماضي، وتسبب في إصابة 4 أشخاص، بينما قالت شركة EDF للطاقة أنها تجري فحوصات تنظيمية في محطتي الطاقة النووية تريسكاتا وكرواس التابعتين لها في المنطقة للتأكد من سلامتهما. وقالت الشبكة الوطنية لرصد الزلازل أن الزلزال وقع حول منطقة أردش حيث أصيب 3 أشخاص. وقالت السلطات أنها قدمت لبعض السكان مآوي مؤقتة في منشآت رياضية محلية، وأصابت أضرار طفيفة نحو 50 مبنى في المنطقة. وفي منطقة دروم المجاورة أصيب شخص بجراح خطيرة في انهيار سجالة أثناء الزلزال. وقال متحدث بشركة EDF للطاقة أن الفحوص في محطتي الطاقة احترازية، وأن المفاعلات تعمل كالمعتاد ولا خطر عليها. وأضاف أن انقطاعا غير مخطط له في المفاعل رقم 4 في تريسكاتا في وقت سابق من يوم الاثنين لا علاقة له بالزلزال. بهذا الخبر من فرنسا نكون وإياكم قد وصلنا مستمعي ومستمعات الأفاضل إلى نهاية نشرتنا الإخبارية، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. إذاعة إرنا
صوت مستقل لإريتريا. أجهزة الأمن الإريترية تتعقب الإريتريين في أديس أبابا. وزير الصناعة والتجارة السوداني يصدر قرارا بمنع الأجانب من ممارسة التجارة. وزلزال يضرب جنوب شرق فرنسا والمفاعلات النووية تحت السيطرة. استمعتم فيما مضى مستمعي ومستمعات الأفاضل إلى نشرة للأخبار قدمناها لكم من إذاعة إيرانا. متابعة طيبة أتمناها لكم مع ما تبقى من فقرات برنامجنا. إذاعة إيرينا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم سادتي إلى حلقة متجددة من هذا البرنامج، برنامج متابعات. نستضيف للمرة الثانية والأخيرة وليس الأخيرة أخونا كنوني، لكن لهذه القضية حتكون هذه الحلقة الثانية والأخيرة، وحديثك عن الدعم الأهلي من أستراليا لمدارس اللاجئين في مدينة كسلة، تحديدا العايدون والنضال ومدرسة أو مركز طيبة للأيتام في مدينة كسلة. برحب بك مرة ثانية أخي كنوني. توقفنا في الحلقة اللي فاتت أنه لماذا هذا الاهتمام بالتعليم من ناس موجودين في هذه البلاد، أو في ظل التوهان السياسي والوطني الموجود. يعني هل كان يعني أخير الاهتمام بمسائل زي هذه واللي جات الفكرة، أو يعني ربما السؤال فيه شيء من العناية، ولكن اهتمامكم نابع من شنو لدعم هذه المدارس مع أهميتها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الاهتمام من أسباب عميقة، يعني مش هي مجرد أمور عاطفية أو زواج عابرة إلى آخره. إحنا قيمنا الوضع لوضع التعليم في إريتريا بشكل عام وليس في مدارس اللاجئين. نحن كما تعلم أخ أحمد، الأمم تبنى بالعلم، فالإريتريين أصبحوا يتمى العلم، ما في علم. حتى في إريتريا التعليم انتهى، اتقفلت الجامعة والمدارس طال موجات الهروب، المدرسين بقوا يهربوا من المدارس، الطلبة بقوا يهربوا، في نوع فوضى ما طبيعية، والناس انصرفت عن التعليم. ده بالإضافة إلى الظروف الصعبة الاقتصادية اللي قاعد تخلي الأسر تغادر وتلجأ من إريتريا تجي السودان. في السودان مدارس اللاجئين شفناها لقيناها أيضا ليست بخير. فإذا نحن أمة مستقبلنا إذا كان ده وضعنا في التعليم، مستقبلنا حيكون كيف؟ ما أقدر أتخيله حتى وأحكي لك عنه. فيعني كله ولذلك قلنا يجب أن ندعم التعليم، حتى وإن كانت الظروف السياسية في إريتريا ما ملائمة ما كويسة والحوادث كله، يجب أن نهتم بالتعليم، لأنه هذه الأجيال هي اللي حتبني، إذا كان في ديمقراطية، إذا كان في عدالة، إذا كان في سلام، إذا كان في الأجيال المستنيرة هي التي. فإذا أهملنا هذه الأجيال معناتها حتكون ظروفنا في المستقبل أسوأ من الآن. ولذلك يعني لو لاحظت أنت الفلسطينيين، أنا أحد المدرسين اداني قصة جميلة جدا موثقة. كان في 9 طالب في جامعة الخرطوم فلسطيني طلاب طب، وسنة 84 الجامعة ألمت بها كارثة اقتصادية وهددت بأن تقفل. كانوا عايزين منها ما بعرف 4 مليار دولار ولا 4 مليون دولار. فياسر عرفات عنده 9 طالب، دفع، قال لهم يا جماعة أنا بدفع القروش، عايزين كم كده؟ تفضلوا. قال لهم تستمر الجامعة، جامعة الخرطوم. جامعة الخرطوم. فبالعلم الناس تصمد أمام كل المشاكل. ولذلك نحن يعني محظوظين إنه عندنا مدارس وعندنا مدرسين في السودان. والمدرسين ديل لا يتمنوا ولا يتعززوا، لأنه المدرسين ديل ذاتهم عندهم رؤية، ما شغالين. المدرسين إريتريين كلهم؟ إريتريين كلهم، وكفاءات، اللي عنده ماستر واللي عنده بكالوريوس. يعني ناس لو مشوا درسوا في أي مدرسة في السودان بيشيلوهم
جري. وبعدين عندهم لما يمشي يدرس في مدرسة سودانية ما زي ما يدرس في مدرسة عايدون ولا النضال. هناك عنده معاش تقاعدي وعنده حوافز وعنده، هنا ما عنده حاجة وهو مؤهل. طيب كنوني، بدفع كم الطالب المسجل في هذه المدارس؟ 100 جنيه في الشهر، اللي هي تساوي لو جمعت المدخول الطلبة كل المدرسة $50 أمريكي على مدار الشهر. أيوة، $50 دي يتقسموها المدرسين، ولا يشتروا بها كهرباء، ولا يدفعوا بها فواتير الموية، ولا مدرسة النضال بتدفع إيجار ولو كان بسيط لكن برضو بتدفع الفصول دي، المدارس دي مؤجرة ما ملك، مش كده؟ لا، عايدون ملك لكن النضال ما ملك، بتدفع إيجار. تدفع إيجار زهيد يعني. نعم. عزيزي المستمع، هذه هي الأوضاع التي نتحدث عنها، ونحن من خلال هذه الحلقة من هذا البرنامج ندعو كل الخيرين للاهتمام سواء كان بهذه المدارس أو غيرها من المدارس المتواجدة للإريتريين في السودان. طيب سيد كنوني، أنتم جمعتوا ذلك المبلغ من حدود 9 إلى 8 ألف دولار أمريكي خلال هذه المدة، خلال سنتين. على الأرض غيرتوا شنو؟ غيرنا أعتقد كثير. جيد. أولا اشترينا مواد قرطاسية للمدرسين للمدرستين. جميل. النضال وعايدون، من ورق تصوير لورق فلوسكاب لأقلام للمدرسين للتصحيح لطباشير لصيانة الفوتوكوبياس المكانتين. ده بالنسبة لوسائل التعليم. جميل. بالنسبة للبنية التحتية المدارس، عملنا 2 شاورز اللي هم حمامين، حولناهم لمرحاضين. في مدرسة النضال كان عندهم 2 تواليت لمؤاخذة فقط، أصبح عندهم 4 الآن. كان عندهم فصل في مدرسة النضال، خلينا نبدأ مدرسة النضال، كان عندهم فصل يعني مبني بناء غلط، فكان سخن جدا ما فيه تهوية زي الناس، فقمنا ركبنا لهم، ما كان في طريقة نركب لهم مكيف، مكيف عديل، ركبنا مكيف في الفصل ده. اشترينا 4 مراوح للبرندات كما كان فيها مراوح، اشترينا 4 مراوح. اشترينا لمدرسة النضال طبعا قرطاسية كافية، يعني اشتري لهم. ولمركز طيبة، مركز طيبة بنينا فيه 3 حمامات، ما كان فيه حمام خالص. بنينا فيه 3 حمامات، بناء حديث مؤسس. جميل. خدمات المياه كيف؟ بالنسبة لمدرسة عايدون، الشغل الكبير تم هناك. زي شنو؟ يعني كان 6 فصول زي ما قلت لك، ما مرصوفة من تراب جوا، ردمناها وعملناها أسمنت، يعني اللي هو يعني رصفناها كويس بالخرسانة وبالأسمنت. أيوة، وعملناها متساوية تماما. كانت مهدمة الفصول دي من جوا، نفس الرجل اللي عمل خرسانة دي عمل صيانة للحيطة. والمقاعد كيف؟ وبعد كده مجايك. وبعد كده بقى ضربنا الفصول كلها بوهية من جوا، والشبابيك ما كانت مضروبة بوهية، كلها ضربناها بوهية. وضربنا المدرسة من برا أيضا بوهية، يعني غيرنا وجه المدرسة. الباب بتاع المدرسة المدخل كان مكسر، لحمناه وصلحناه وضربناه بوهية وخليناه بشكل ممتاز. الكنب كان سيء جدا جدا في كل الفصول. مشينا جبت حداد، والحداد ده عمل صيانة كاملة لكل الكنب اللي كان ما كويس. وقفناه كويس، واشترينا كنب جديد. حديد الكنب؟ حديد، نعم. واشترينا كنب جديد اللي كان ناقص. طيب تخيل عزيزي المستمع، الكنب ده في الصيف والسودان المولع ده، ما صعب شوية؟ والله صعب طبعا يعني، لكن إذا أنت عايز تشتري خشب، الكنبة الواحدة بتكلفك 4,000 اللي هي 4 مليون. يعني أنت عشان تشتري للمدرسة دي كنب من خشب، الله أعلم يمكن داير لك $10,000 $15,000. فالحديد يعني. أيوة. بالإضافة كان في كل فصل في مروحة واحدة، اشترينا 8 مراوح ل8 فصول، بحيث يكون في كل فصل في مروحتين. فهمت كيف؟ نعم. صلنا
فوتوكوبيا بالنسبة لمدرسة هل لجأتوا إلى آل كسلة، إلى سكان كسلة لدعم أو للمشاركة على الأقل يعني، ولا يعني كل العمل ده هذا المبلغ اللي جمعتوه غطى يعني، ولا كانت هناك برضو يعني من داخل مدينة كسلة من الخيرين؟ والله للأسف ما في حاجة، مع إنه نحن عندنا إريتريين في كسلة يعني تجار كبار بالمليارات. يعني شنو قروش تجي من أستراليا ولا تجي من هناك على كم ألف دولار؟ ده هنا في ناس عندها مليارات صح في كسلة، لكن ما قدموا شيء للمدارس دي. اتصلتوا عليهم؟ والله أنا سألته قبل ما أتصل، فقال لي يا أخي ما تتعب. نحن من هنا عزيزي المستمع نهيب بكل الخيرين من الإريتريين المتواجدين بالسودان، سواء في كسلة، في الخرطوم، في القضارف، في مدني، بور سودان. ما في شك إنه في كمية هائلة من الإريتريين أصحاب مال وأعمال وبيديروا عمل نحن فقط نلفت عنايتهم يعني. ربما يكونوا ما عارفين هذه الظروف، وإذا كانوا عارفين برضو العمل الخير والاستثمار في التعليم هو خير الاستثمار. نهيب بكل الخيرين الالتفات إلى هذه المسألة. طيب أخ كنوني، هل المبلغ اللي جمعتوه ده نفد يعني انتهى، ولا برامجكم المستقبلية شنو؟ جيد. المبلغ الأمين المالي والأخ محمد سفاف، ونحن ما عملنا اجتماع بعد ما رجعت أنا من السودان، رجعت لي أسبوع، عايزين نقعد نحن كلجنة ومعاينة الفواتير كلها اللي صرفتها في السودان، نشوف المبلغ اللي رسلوه كم والباقي كم، وحنستمر طبعا في عملية الدعم. اللجنة دي حتكون مستمرة، اللجنة الأهلية. هل هي دعم شهري، اشتراك شهري، ولا دعم كده زي ما قلت إنه جات كمبادرة؟ لو عملتوها مثلا شهرية، مثلا نحن كفكرة بنطرحها يعني، أول تفتحوا المجال العضوية، مجال العضوية، لأنه هذا عمل خير يعني. كل من أراد أن ينضم إلى هذه الجمعية الأهلية البعيدة كل البعد عن ما يسمى بالسياسة وغيره وغيره، هذا عمل خير فقط لوجه الله والإريتريين المتواجدين بالسودان، وتعملوا اشتراكات شهرية على الأقل، حتى ولو بأدنى حد معكم يعني، مبلغ يعني في استطاعة كل واحد ممكن هنا. أيوة. طبعا أستاذ أحمد، لأنه احتياجات المدارس دي احتياجات مستمرة. هي أولا حاجة عندهم الطباشير، محتاجين كل سنة طباشير، نسبة كمية من الطباشير. محتاجين كل سنة كتب مدرسية، محتاجين كل سنة ورق للتصوير، محتاجين كل سنة أقلام للتصحيح. المدرسين محتاجين رواتب. سبحان الله. يعني دي نقطة نحن هسه شوية ما تكلمنا عنها. نعم. عندهم مادة بتاعت الحاسوب، الكمبيوتر. تخيل في كل مدرسة في كمبيوتر واحد. الطلبة 300 وكم طالب ديل يقروا في كمبيوتر واحد. عدد الطلاب كم في المدرستين؟ 380 إلى 400 في كل مدرسة يعني. في كل مدرسة. في كل مدرسة. فهمت؟ يبقى عايزين فصل للكمبيوترز عشان يتعلموا لغة العصر طبعا. فهمت علي؟ وهي مدارس أساس مش كده كمان؟ مدارس أساس من صف أول للثامن. عايزين بروجيكتر في كل مدرسة بالذات لمادة اللغة الإنجليزية عشان يحضروا فيها الحصص. هذه كلها مصاريف. فنحن في اللجنة قاعدين نفكر إنه لو في ناس خيرين بيشجعونا طبعا معانا ما شاء الله، دارين نستمر. أتمنى في كل دولة متواجدوا فيها إريتريين يعملوا ما محتاجين يعني، في ناس ما يوافقوا لكن بس اللي يوافق لجنة تتشكل ممكن تكون عالمية يعني. إذا عالمي انترناشونال، إذا التزموا 60-70 شخص بالاشتراك شهريا في اللجنة دي ودفع $10 ولا حتى $5 يا أخي. نعم. $5 كل واحد في الشهر يدفع، وتنسق اللجان دي مع بعض الموجودة في أمريكا، في أوروبا، في كندا، في أستراليا، ونرسل المبلغ ده عشان تكون في شفافية بصيغة نتفق عليها، كرواتب للمعلمين، كأدوات قرطاسية للمدارس، ككتب للمدارس سنويا. نشوف الباجت كم هو. والله يا أستاذ مبلغ تافه يعني. المدارس دي كلها بتاعت اللاجئين دي اللي قاعد نتكلم عليها دي
الباجت حقها سنويا ما يفوت له يمكن 4-5 ألف دولار بكل حاجات، بكل حاجاته. والناس بتقعد طبعا في الاجتماعات والغرف المغلقة والندوات وتغيير الأسماء وغيره وغيره، وتنفق ما تنفق تحت شعارات أيها الناس أيها المستمعون خير الاستثمار في هذا الجيل اللي ربنا حكم عليه إنه يعاني هذه المعاناة. تفضل أستاذ كنوني. بعدين المساهمة في العمل ده هو صدقة جارية وانجوين، علم ينتفع به. يعني دولار تدفعه فوق في دعم المدارس دي، واي طالب يستفيد منه، حدادك شغال حتى لما تموت في القبر انت حسناتك شغالة يعني. نعم ما في شك، ما في شك. فهذه صدقة جارية يعني. خليك من السياسة وخليك من التعليم وخليك من الدنيا كلها، ليه قدام ليه رقبتك صدقة جارية إن شاء الله. نعم. وربنا يتقبل إن شاء الله أجر كل إنسان ساهم معانا. جميل. ويجزيهم ألف خير إن شاء بارك الله فيك. أنا طبعا نعود تاني أخ كنوني في ختام هذا اللقاء، عندنا زي 3-4 دقائق. يعني الكلمة اللي قدمتها أمام الطلبة والمعلمين كانت كلمة مؤثرة جدا جدا. يا ترى يعني شنو الحاجات اللي هسه تتخيلها قدامك وأنت تجري هذه المقابلة في إذاعة إرنا؟ والهدف من هذه المقابلة هو تحريك النفوس، هو تقديم نموذج، يعني نموذج للعمل الخير كيف يمكن أن يكون. فمشاعرك كان شنو أنت تلغي الكلمة يا أخ كنون؟ كل أمل وتفاؤل، وأنا واثق من أي إريتري غيور بيسمع الكلام ده أو بدون ما يسمع الكلام نفسه بتحدثه بأنه يعمل عمل الخير. وبالتالي أنا أتوقع إن شاء الله تعالى في ناس كتار حيتحركوا في تجاه هذه المدارس وما حيقصروا. والإريتريين يعني شعب شهد له التاريخ انتزع حقه وما في حاجة بتجيب قدامه إن شاء الله. هذا موضوع بسيط حيحلوه، وحنكون مع بعض يد بيد لحد ما نوفر بيئة تعليمية مريحة وبيئة تعليمية جميلة لأولادنا ديل، بحيث نحن قاعدين نكبر هم حيحملوا لواء. أجريت مقابلة مع الطلبة؟ طبعا عندي لقاءات كثيرة جدا جدا. كده أهم ما ذكروه شو يعني عندي طلبة جاي من إريتريا، أنا كنت حريص إنه أعمل معاهم. ف يوروك أول شيء تمسكهم وتعلقهم بالتعليم يعني، وهم ارتاحوا لما جو في المدارس دي، لأنه في المدارس دي يعني في اهتمام، بدأ في اهتمام، لأنه الناس بدأت تهتم زي لجنتنا دي، وفي ناس غيرنا يعني بيدعموا هذه المدارس، ومن حين لآخر مش على طول، ما مستمر. نعم. فكل ما يجيهم واحد زي كده ويظهر لهم ويعمل لهم حاجة شوية، ده يعمل لهم دافع نعم معنوي ونفسي. فحتى أنا تاني يوم بعد ما ألقيت الكلمة دي لقيت الطلبة لقيتهم يقول لي والله، أقول له ليش جيت لي؟ يقول لي من أجل التعليم. ليش اخترت المدرسة؟ مثلا لقيت طالب من مكرام يجي الشعبية، قلت له في مكرام ما في مدرسة، قال لي جاي هنا من أجل التعليم. يا سلام. فعرفوا أهمية التعليم، وده هو الدين، ده الزيت زي ما يقولوا في السودان. نعم. والمنهج منهج سودان ومنهج جميل جدا، والمدرسين أكفاء. نعم. يعني مش مدرسين ساكت، خريجين جامعات وعندهم حتى ماستر بعضهم بيقروا المدارس. ولفت وقلت في كلمتك كأنه شبه متطوعين يا أخي، بياخدوا عارف كم؟ $12 في الشهر الراتب المدرس. يعني انت $12 ده حس انا وانت نطلع من هنا من سانشاين نقعد هنا نشرب كوفي $8، مظبوط ولا لا؟ نعم. كوفي. معلم ياخذ 12. معلم عنده عيال وعنده يا جماعه والله العظيم. المهم شكرا لك اخونا كنوني، خالد كنوني، عضو اللجنه الاهليه لدعم التعليم، اي تعليم اللاجئين في مدارس كسلة، وتحديدا مدرسه عائدون والنضال ومركز طيبه لرعايه الايتام. نحن من هنا اعزائي المستمعين شرفنا بهذه المقابله، أن نتابع مثل هذا العمل الخير، العمل الإنساني، العمل التربوي، العمل الوطني، وفي نفس الوقت هو العمل كمان اللي فيه الأجر والمثوبة عند الله، وهي صدقة جارية كما تفضل أخونا خالد كنوني. أعزائي المستمعين، الحوجة كثيرة والنفوس الطيبة والخيرين كثر، من يستمع إلى هذا البرنامج وفي نفسه
روح من العمل والتعاون نهيب به أن يتصل بهذه اللجنة أو غيرها. أبحثوا عن أماكن الدعم وتقديم ما يمكن تقديمه أيها الناس، وممكن يعني عبر إذاعة إرنا أو غيرها من العناوين التي يمكن أن نتحدث عنها في حلقات قادمة إن شاء الله، يمكن التواصل مع هذه اللجنة وغيرها. في ختام هذا اللقاء أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، نتمنى أن يسهل الله سبحانه وتعالى ويدعم هذه المدارس ويسخر لها أهل الخير. كنت معكم في هذه الحلقة محدثكم أحمد شريف، وتقبلوا تحايا الزملاء فتحي عثمان وبنيام سمعون وفريق العمل، وأنتم سادتي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعين والمستمعات الأفاضل، أهلا وسهلا بكم مجددا فيما يلي يقدم لكم موجزا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. أجهزة الأمن الإريترية تتعقب الإريتريين في أديس أبابا. أكدت مصادر لإذاعة إرنا من أديس أبابا بأن أجهزة الأمن الإريترية تستقل الاضطرابات التي تشهدها إثيوبيا حاليا لتعقب ومطاردة الإريتريين الذين ينشطون في معارضة حكومة أسمرا. وقالت المصادر بأن مجموعات أمنية تعمل تحت توجيهات العميد طعامي غويتوما المعروف بلقب مقلي والمتخصص في الشؤون الأمنية تقوم باختطاف إريتريين ونقلهم إلى إريتريا. وزير الصناعة والتجارة السوداني يصدر قرارا بمنع الأجانب من ممارسة التجارة. ذكرت وكالة السودان للأنباء بأن وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني أصدر قرارا وزاريا بمنع الأجانب من ممارسة التجارة، وحمل القرار الرقم 10 لسنة 2019 استنادا إلى الصلاحيات الممنوحة له بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء الانتقالي رقم 70 المنظم للأجهزة التنفيذية والانتقالية، واستنادا للقرارات الحكومية السابقة الخاصة بممارسة الأجانب للتجارة، كما ذكرت ذلك وكالة السودان للأنباء. زلزال يضرب جنوب شرق فرنسا والمفاعلات النووية تحت السيطرة. ضرب زلزال قوته 5.1 على مقياس ريختر جنوب شرق فرنسا يوم الاثنين الماضي، وتسبب في إصابة 4 أشخاص، بينما قالت شركة EDF للطاقة أنها تجري فحوصات تنظيمية في محطة الطاقة النووية في تريسكاتا وكرواس التابعتين لها في المنطقة للتأكد من سلامتهما، وأن المفاعلات بصورة عامة تحت السيطرة. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. كان هذا مستمعي ومستمعات الأفاضل موجزا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. وفي الختام أذكركم دوما بأنكم يمكنكم الكتابة إلينا والتواصل معنا على البريد الإلكتروني arabicarena@gmail.com. وحتى الملتقى بكم في حلقة جديدة من برنامج متابعات والبرامج الأخرى لإذاعة إرنا. لكم من زميلي أحمد شريف ومني محدثكم فتحي عثمان ومن زملائي في الإذاعة أطيب التحايا، ودمتم في رعاية الله وفي حفظه وأمانه. هذه إذاعة إرنا.